بالنسبه لي انا كنت تعرضت للنصب واحد السنه في مدينه مديونه. واحد جوج الناس صحاب، ماشي صحاب، هما صحاب. اتى جا واحد قال لي كي داير السي عباس، قلت له لاباس بخير. قال لي غادي نربط الفلفله ديالك كيف؟ قال لي عندك رشيد، عندك كذا، عندك كذا في الدار. وهي فعلا نيت كاينين. ايوا المهم قال لي بغيت ندير لك واحد البركه وغادي تلبس الفلفله الفلانيه باش يسهل عليك الله. وانا نمشي معاه. مشيت معاه لواحد الجريده بحال ما هكا، بدا كيخربق عليا داك التخريق. قال لك عندك شي فليسات؟ قال لك لا تعطيني والو، عطيني غير درهم. عطيته داك الدرهم، دارها في واحد القويعات هكا بيض وردها ليا. قال لي زيد واحد 150 متر ولا 160 وسير في حالك، راه غادي تلقى واحد الرزمه، واحد شي واحد بحال الكنز. قال غادي تلقى واحد الصاك، راه غادي تلقاه هزو وسير. المهم مشيت حضرت راسي ومشيت تميت غادي بحال ما هكا. وانا شويه وانا نعيق، عقت لي قلت انا هذا السيد واقيلا دا ليا فلوس. قلبت الجيب ديالي ما لقيتش ديك 150 درهم. والو لقيت الاخ محمد عموره، لقيت غير قواعات والو، ما لقيت والو. رجعت للبلايصه ما لقيتوش. حاولتي وكنتمنى عليك ان الان تخدم الذاكره ديالك مزيان. حاولي ترجع لحظه بلحظه من ديك الوقفه اللي انت وقفتي معاه، من اول جمله قالها لك، جميع التصرفات ديالو واش حاولتي انك ترجعها بحال كتروبو بيني شي باندا، شي فيلم كتعاود تشوفه من الاول؟ واش قدرتي تبقى مركز ولا لا؟ لا ما ركزتش. انا رديت ديك 150 درهم ما لحقتهاش بتاتا، بقات في الجيب. عطيته غير داك الدرهم. هذيك الدرهم اللي عطيتها لي هذيك خارها داها. في الوقت اللي كنتي كتجبد الدرهم من الجيب ديالك، واش كتذكر فين كانوا يديه؟ واش كتذكر واش حول الانتباه ديالك بشي طريقه من الطرق؟ لا هو ما وصلش بيديه والو للجيب ديالي بالكل. وانت ملي بغيتي تجبد الدرهم، جبدتي ال 150 درهم كلها وحيدتي منها درهم ورجعتي الفلوس للجيب؟ لا كان عندي شي صريف بوحدو، 100 درهم 150 درهم بوحدها. وما كان معاه حتى شي شخص اخر، كان بوحدو؟ لا كانوا جوج، هو غير صاحبو. انا المهم غادي بحال هكا تتلاقى معنا. قال لي عندك انت. شدنا بجوج بحال هكا، شدنا بجوج بيدينا. قال لي انت عندك فلان وعندك فلان. قال لي هي. وقال لي عندك واحد 50,000 فرنك. قال لي هي. قال لي ولكن ما دياليش، ديال مواليها. ولكن هذاك تا مشات لي هذيك 150 درهم عاد فكرت بانه هو راه صاحبه. ومزيان. ايوا دابا غادي نشرح لك ونشرح للمستمعين الكرام ما يسمى بالسماوي. بزاف ديال الناس كيعتقدوا باللي راهم كيتسرقوا او كتمشي عندهم فلوسهم، كتمشي ليهم فلوسهم في اللحظه اللي مثلا بحال قلتي انت جبدتي هذاك الدرهم. ماشي في ديك اللحظه مشاو لك فلوسك مشاو لك قبل، مشاو لك في اللحظه اللي كان معاه الشخص الاخر. كانت كتعمل لك واحد المجموعه ديال الوسائل لتحويل الانتباه ديالك. وهنا غنفتح قوس باش نقول لك واش عمرك دخلتي شفتي شي سحار بحال كيعيطوا له الاعمال السحريه، كيقول لك سحار كيدير كيقطع الراس، كيجبد شي حاجه من شي طربوش، واش عمرك دخلتي شفتي بحال هذا العرض ولا شفتيه في التلفزيون؟ ممكن كاين هادشي، كاين هاد الطريقه. خصك تعرف ان هذاك الشيء كله كيعتمد على امر واحد. الشخص اللي كيكون كيعمل ديك الاعمال كيكون ماهر وكيكون فنان فيما هو مهم جدا في هذا الباب اللي هو تحويل الانتباه. في الوقت اللي انت مركز مثلا على يدو اليمنى اللي كيدي لك انتباهك كله ليلها، كيدي لك عقلك كله ليلها، وهنا راه كاين دراسات في هذا الباب، كيكون باليد اليسرى راه كيعمل حاجه اخرى وهي اللي غتفاجئك من بعد. فنفس الشيء وقع لك يا سيدي الفاضل لما تلاقيتي بالشخص وجرى معك الحوار الاول وكان معاه الشخص الاول، في ذاك الوقت كنتي كتسرق. اما ما جا من بعد باش مشيتي معاه وعاد عطيتيه الدرهم وقال لك سير وما تدورش، هذاك الشيء تتمه ديال التمثيليه. لذلك كنقول لك وكنقول للمستمعين كلهم، وهذه قلناها اكثر من مره في برنامجكم حدي راسك، الشخص اللي ما كتعرفوش ما تعمروش معاه بزاف، ما تتكلموش معاه بزاف، ما تمدوش ليه حتى يديكم. وراه كاين واحد القاعده، واحد العاده للاسف عندنا حنا المغاربه وكخصنا نقطعوها. كتلاقى مع شي واحد عمرك ما شفتيه وكيمد لك حنكو، كيسلم عليك من هذا الحنك وانت ما كتعرفوش اصلا، وانت بداك الحياه اللي فيك والاخلاق اللي فيك ما كتقدرش تقول له شكون انت الشريف باش تجي كتسلم عليا بهذه الطريقه. علاش كنقول هذا الكلام؟ في هذيك التسليمه كيمكن توقع بزاف الاشياء. هذيك التسليمه
كيمكن شي حاجه حدا ودنو غتشمها انت لما غتسلم عليه وغتخدرك. كيمكن في سلامو بيديك كاين اليوم مواد اللي كيمكن غير باليد تلصق فيك وتا تفوت واحد المده عادي يمكن تخدرك، عادي يمكن تسماك، عادي يمكن اشياء كثيره. فلذلك هاد القضيه ديال السلام وخصوصا من الحنك للحنك راه كيخصنا نحيدوها من المجتمع ديالنا. راه ماشي اي واحد كنديروا ليه لابيز بحال كنقولوا. الناس ديالنا اللي محسوبين علينا ومحسوبين عليهم واخا مرحبا. شي حد اخر براني ما كنعرفوش، ما عرفش باش بالمناسبه غيمد ليا حنكو باش نسلم عليه. فحضروا راسكم مستمعيا الكرام.